في فيديو اليوم هنتكلم النهاردة عن الفرق ما بين الترجمة الحرفية والترجمة السياقية the literal translation and the contextual translation. أوقات كتير وانت بتترجم هتلاقي نفسك قدام اختيارين، يا إما تترجم الجملة زي ما هي، يا إما توقف لحظة وتفكر هل الجملة دي لو اتقالت كده بالعربي تكون مفهومة وواضحة وسلسة. تعالوا ناخد مثال بسيط. الجملة he kicked the bucket، لو ترجمناها حرفياً هو ركل الدلو، فدي جملة ملهاش أي معنى. لكن لو عرفنا إن ده تعبير شائع في اللغة الإنجليزية معناه توفي، ساعتها السياق بيقول لنا إن الترجمة الصح توفي أو مات الشخص. وبرضه هقول لكم حاجة بسيطة هنا عشان تعرفنا إن إحنا بنتعلم العربي قبل الإنجليزي، لأن العربي هو لغتنا النيتيف، فبنقول توفي ما بنقولش توفى، لأن توفي أي جاية من أن توفاه الله، فما ينفعش نقول توفى عشان مش معناها إن الإنسان توفى نفسه، فبنقول توفي ما بنقولش توفى. فالترجمة هنا مش بس نقل الكلمات، الترجمة دي فهم ونقل لروح الكلام، وده اللي بيخلي المترجم مش بس ناقل لكنه وسيط بين عالمين. ده كان فيديو النهاردة سهل سريع وبسيط، بأقل من دقيقتين أخدنا نوعين للترجمة، الترجمة الحرفية والترجمة السياقية، وقدرنا نطبق مثال بسيط عليهم يكون عمل لنا ريفرش النهاردة على الترجمة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو أفدكم اكتبوا لي في الكومنتس لو أنتوا عايزين سلسلة فيديوهات زي دي تكون بسيطة سريعة وسهلة، بحيث إن أنتوا كل يوم يكون في مثال بسيط قدرتوا إن أنتوا تطبقوا عليه الترجمة وتكون دايما في ذهنكم. شكرا، أشوفكم في الفيديو اللي جاي، دمتم سالمين.